هل التعليمات ما قبل الحجامة بتفرق في نتيجة الحجامة؟ الإجابة بكل تأكيد نعم بتفرق وجدًا كمان، ناس كتير بتتعامل مع الحجامة على إنها إجراء روتيني عادي، وبالفعل هي إجراء روتيني وبسيط، لكنها بتحدث تغير فسيولوجي في الجسم كله، سواء على مستوى الدورة الدموية الدقيقة أو على استجابة الجهاز العصبي الذاتي أو على توازن السوائل، وده معناه إن الجسم بيتعامل مع الحجامة على إنها محفز، وأي محفز بيدخل الجسم نتيجته بتعتمد على حالة الجسم قبل إجراء هذا المحفز. أول حاجة ليه بنطلب الصيام قبل الحجامة؟ لأن بعد الأكل مباشرة بيزيد تدفق الدم من ناحية الجهاز الهضمي عشان نهضم الأكل بكل تأكيد. رقم 2 بيحصل زيادة في تركيز الدهون والسكر في الدم، وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى تقليل كفاءة سحب الدم وتغيير في مكونات الدم الخارج، لكن لما بتكون صايم الجسم والدورة الدموية بيكونوا أكثر اتزانا وفي حالة أفضل للتخلص من الشوائب. ليه بنمنع الكافيين والتدخين قبل الحجامة؟ لأن النيكوتين والكافيين بيدخلوا بيعملوا انقباض في الأوعية الدموية وزيادة مؤقتة في ضغط الدم، وده بيسبب تقليل في تدفق الدم الخارج أثناء الحجامة وبالتالي جودة أقل للجلسة. رقم 3 ليه النوم والراحة مهمين قبل الحجامة؟ لأن النوم الجيد بيؤثر على توازن الهرمونات وتدفق الدورة الدموية وكفاءتها واستجابة الجهاز العصبي. الجسم المرهق يعني استجابة أقل للحجامة. رقم 4 ليه شرب المية مهم؟ لأن احنا زي ما احنا عارفين إن الدم بيتكون بنسبة كبيرة من المية، وبالتالي لما الجسم يكون فيه ترطيب في الدم بيكون لزوجة الدم أقل وتدفقه بيكون أفضل وعملية سحبه بتكون أفضل. أما الجفاف فبيؤدي إلى تقليل كفاءة وتدفق الدم وبالتالي جودة أقل للجلسة. رقم 5 ليه بنمنع المجهود قبلها؟ لأن زيادة المجهود والإجهاد العضلي بيسبب زيادة في إنتاج حمض اللاكتيك داخل العضلات وإجهاد الدورة الدموية، وده بيؤدي إلى إن الجسم يكون في حالة إجهاد واستجابة أقل للحجامة. رقم 6 الحالة المرضية. ليه الحالة المرضية مهمة؟ لأن في بعض الأدوية زي الأسبرين ومميعات الدم بتحتاج معاملة خاصة قبل إجراء الحجامة، وبالتالي لازم تتواصل مع الدكتور بحالتك المرضية قبل ما تقرر موعد الحجامة. وبكده نوصل لمعلومة مهمة إن نجاح الحجامة بيعتمد على سيولة الدم وراحة الجسم وحالة الجسم العامة وتدفق الدورة الدموية، وأي خلل في حاجة من دول بيؤدي إلى استجابة أقل للحجامة. التعليمات مش روتين، التعليمات دي علشان تطلع بأكبر نتيجة ممكنة إيجابية من الحجامة بعد إجراءها. لو حابب تتأكد إن حالتك ينفع تعمل حجامة في الوقت الحالي ولا لا، اكتبي في الكومنتس تحت حجامة ونناقش مع بعض تفصيل حالتك ونشوف ينفع تعمل حجامة ولا تنتظر شوية.